السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. اللي لسه أول مرة بيشوفني، أنا ريهام حسن، أخصائي إرشاد نفسي وأسري وتربوي، ومتخصصة في تعديل سلوك المراهقين. فترة المراهقة دي زي ما اتكلمنا قبل كده هي فترة بيمر بيها أولادنا، وهي من أصعب الفترات أو أصعب المراحل اللي بيمر بيها الأولاد. أنا عارفة إن كل أم وكل أب بيبقوا في الفترة دي متوترين جدا، وعلاقتهم بأولادهم بتكون متوترة. علشان كده النهاردة أنا جاية علشان أقولك مجموعة من الخطوات اللي ممكن تتبعيها علشان تكوني أم هادية أو أب هادي. مش هيكون الهدوء هدوء كامل، لأن مفيش حاجة اسمها كده، مفيش إنسان هادي تماما ومفيش أي عصبية عنده. بنعرف نسيطر على غضبنا وانفعالاتنا، وده هو المفروض يكون موجود، لان مفيش بيت بيخلو من ان مثلا النرفزه والغضب والشد والجذب. مفيش كده، مفيش الكلام ده. في التربيه الايجابيه لما بيقولك لازم تكون هادي جدا وتستوعب كل حاجه، مفيش حاجه مطلقه. اكيد في اوقات بتعدي علينا بنغضب، واكيد في اوقات بتعدي علينا الولاد بيعصبونا جدا جدا، بس احنا عايزين نتعلم مع بعض ازاي نتصرف في الاوقات دي، ازاي يكون في مساحة تفاهم بيني وبين اولادي. علشان كده في الفيديو ده انا حابة اتكلم عن مجموعة من النقط اللي نحاول ندرب نفسنا عليهم. انا بالنسبة لي بدرب نفسي عليهم من سنين كتير جدا. انتوا المفروض تدربوا نفسكم على النقط اللي انا هتكلم فيها دي. مفيش حاجة بتتولد بين يوم وليلة، احنا بنتعلم وبنجرب وبنغلط وبنحاول وبنقع وبنقف تاني. احنا التربية هي فن، التربية فن، مش مجرد اجتهاد كده انا بعمله خلاص. لا، انا بتعلم وبيكون عندي صبر، بتبتكر كده اساليب وانتي بتربي، لان كل حد من ولادك مش زي التاني. عندك اللي هو اللي بيستجيب بسرعة، عندك العنيد، عندك المتهور، عندك الهادي، عندك اللي صوته عالي. الاولاد مختلفين، مفيش حد زي التاني ابدا في التربية، وخصوصا اللي هم سنهم في سن المراهقة. واحنا طبعا عارفين سن المراهقة كمان دلوقتي بيبدأ من 9 سنين لغاية 18 سنة، فالفترة كبيرة جدا، دي اطول فترة بتمر على اولادنا. فاحنا محتاجين اننا نتعلمها صح علشان نقدر اننا نخرج الولاد منها باقل خسائر، او ناجحين، او علاقتنا بيهم ما تبصش، لان فعلا المرحلة دي بيبقى فيها مشاكل كتير جدا جدا، والاهالي ممكن يفقدوا اولادهم في المرحلة دي. فليه نسيب نفسنا للغضب وللنرفزة والعصبية ونفقد اولادنا؟ لا، الحل ان احنا نتعلم ونفضل نحاول ونجرب مرة واثنين وعشرة، ونتكاتف كأسرة اننا نحافظ على الاولاد في سن المراهقة. فكملوا معايا الفيديو للنهاية، علشان ان شاء الله هنقول مع بعض مجموعة من النقط اللي هندرب نفسنا عليهم علشان نقدر اننا نعدي المرحلة دي على خير، ونقدر نكون أهدى مع أولادنا ونطلع بنتيجة كويسة إن شاء الله. ما تنسوش إنكم تكملوا الفيديو للنهاية، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. مجموعة النقط اللي عاوزاكي تدربي عليها، ومش مرة واحدة ولا 2، هتبقى خطوات هتمشي عليها على طول. أول حاجة هي إنك تفهمي نفسك. تفهمي نفسك بمعنى ان انت تبقي عارفة ايه هي الاوقات اللي بتبقي مضغوطة فيها، ايه هي الاوقات اللي بتبقي متعصبة فيها، ايه الحاجات اللي بتعصبك. هاتي ورقة وقلم كده واكتبي ايه الحاجات اللي بتعصبك. رقم 1 ان انا بشوف البيت متبهدل، رقم 2 ما بيعملوش الواجب، رقم 3 بيعلوا صوتهم. شوفي ايه الحاجات اللي بتعصبك وبتخليكي خلاص مش قادرة تستوعبي الولاد وبتنفجري. اكتبيها علشان تكوني فاهمة نفسك كويس، ما تسيبيش نفسك للعشوائية بجد. دربي نفسك على كده، وحاولي واجتهدي علشان اولادك امانة. هم محتاجين منك انك تدربي نفسك وانك تخرجي احسن صورة منك. فشوفي ايه الحاجات اللي بتنرفزك جدا جدا وبتخليكي مش قادرة تسيطري على نفسك، وبالتالي بتزعقي لهم وهم يزعقوا قصادك، ويبقى في حريقة في البيت.
فشوفي ايه الحاجات اللي بتضايقك، ايه الحاجات اللي بتعصبك، واكتبيها علشان لما تلاقي نفسك خلاص وصلتي لدرجة الغضب وان الحاجات دي بقت موجودة فتنسحبي. يعني بلاش تفضلي موجودة في المكان لما تحسي ان انت غضبانة قوي. يعني قولي خلاص انا مش هتكلم، انا مش عايزة اشوف حد دلوقتي، وانسحبي، روحي اوضتك مثلا، روحي اي مكان، خروجي البلكونة، اعملي اي حاجة. فلما تكوني انت عارفة ايه الحاجات اللي بتعصبك، فمع الوقت بتدركيها وبتقدري تفرملي عندها. طيب مثلا لما بتكتبيها تشوفي في حاجات كده بتسقطيها وانت ماشيه. يعني مثلا ايه، الولاد سايبين اوضتهم مبهدله. طيب الحاجه دي تستاهل ان انت تتعصبي وتزعقي وتصرخي ويقفوا قصادك وتقفي قصادهم؟ مستاهله كل ده؟ يعني مستاهله تاخد منك الطاقه دي كلها؟ ولا ممكن ها يلا ايدي في ايدك، يلا بينا نعمل مره واثنين وثلاثه؟ انا عارفه ان الولاد في فتره المراهقه بيكونوا بيضايقوا قوي، يعني بيكونوا مهملين قوي، انا عارفه الا من رحم ربي، يعني في بيبقوا منظمين بس الغالب بيبقوا مبهدلين ويرموا حاجتهم هنا، هدومهم هنا، وبيحتاجوا ان انت تفضلي تزن عليهم علشان خاطر ان انت تعلميهم النظام او ان هم ما يبهدلوش الدنيا. بس انت في مرحله الامومه، يعني انت انت بتعلمي، انت بتربي حتى لو وصلوا فين، فانت بتفضلي تكرري، ده دورك. وهم يعني اكيد يعني مع كل التدريب اللي انت بتقوله لهم وكل التكرار اللي انت بتقوليه اكيد في يوم هينجحوا يعني وهيكونوا كويسين. فما تيأسيش. فانا عاوزاكي ان انت تكوني واعيه لنفسك، تكوني عارفه ايه الحاجات اللي بتعصبك، وما تركزيش على كل حاجه. يعني حاجات ممكن تسقطيها، سقطيها، يعني فوتي كده علشان تقدري ان انت تكسبي ولادك، ما تخسرهمش. فمش كل نقطه هتقفي عندها. فده تدريب مهم جدا جدا محتاجه انك تعمليه. يعني ارجوكي ان انت تجيبي ورقه وقلم، خلي عنوانك ان انا هرتب افكاري وهفهم نفسي علشان اقدر افهم ولادي. فتدريب الورقه والقلم وكراستك اللي انت هتكتبي فيها الحاجات اللي بتضايقك وبتعصبك، وانك تفهمي نفسك، ده تدريب مهم جدا جدا. يعني اتمنى ان كلنا نعمله، واتمنى ان كلنا يعني نعرف نفسنا ونفهم نفسنا ونفهم ايه الحاجات اللي بتضايقنا وبتعصبنا علشان نقدر نعمل فرمله عند وقت الغضب. النقطه الثانيه اللي عاوزه اتكلم فيها معاكي هي سقف توقعاتك. انت بيكون عندك سقف توقعات عالي جدا جدا من الولاد، والغلطات اللي انت وقعتي فيها زمان مش عايزه ولادك يقعوا فيها دلوقتي، بس ده ما بيحصلش. يعني مثلا عايزه ولادك يكونوا ممتازين جدا جدا في المدرسه، عاوزين الولاد يطلعوا الاوائل، عاوزين يكونوا شاطرين في التمرين، عاوزين يكونوا منظمين، عاوزين يكونوا نضاف، عاوزين يكونوا بيسمعوا الكلام. هو في انسان كده؟ هو في انسان كامل؟ ده احنا يعني احنا نفسنا عندنا سقطات كتير جدا. فعاوزين الولاد اللي لسه بيتدربوا في فتره المراهقه ان هم يكونوا كاملين مكملين من كل الحاجات دي. عاوزين صوتهم يبقى واطي، عاوزين نضغط عليهم ونفضل نزعق لهم ونشتمهم ونضايقهم ونسحب منهم الامتيازات اللي عطيناها لهم وكل الحاجات دي، ويفضلوا ساكتين وهاديين وصوتهم واطي. مفيش الكلام ده. ده هم اصلا شخصيتهم بتتكون. يعني هو عايز يعبر عن نفسه، عاوز يظهر نفسه، انا موجود، انا لازم اثبت لكم ان انا هنا وليا صوت وليا رأي. ف يعني انت لما تتوقعي من المراهق ان هو يكون ممتاز في كل حاجه، فده شيء للاسف مش بيحصل وبيرهقك جدا جدا. يعني بيخليكي يعني مش متقبله ابنك او بنتك دي. فيعني اكيد عايزين ولادنا يبقوا كويسين، بس ما نعليش سقف التوقعات قوي. يعني مثلا لو احنا في مناقشه وهو انا عليت صوتي فقام على عليا الصوت، يعني ما هو بيرد وهو بدون قصد، يعني هو مش قاصد ان هو يعلي صوته عليكي، ولازم نلتمس الاعذار ليهم. ف يعني ما تقوليش بقى هنا خلاص انت قليل الادب، انت مش متربي، انت كذا وانت كذا، وتفضلي تشتمي فيه وتنتظر ان هو خلاص ويسكت ويبقى هادي وطيب. ما هو هينفعل برضه، هيبقى متضايق، هو بيتعلم منك اصلا وبيتعلم من باباه. فلازم نكون كده يعطين مساحه، يعني مساحه كده ان ولادنا ممكن يقعوا مثلا، مش هيبقى هو رقم واحد مثلا في المذاكره ورقم واحد في التمرين، لا لازم في حاجات يكون فيها الاول، في حاجات التاني، في التالت، لان اولادنا مختلفين والبشر مختلفين، وفي منهم اللي هيكون قائد، وفي منهم اللي هيكون تابع، وفي منهم اللي هيكون متوسط. يعني لازم نتقبل الاختلاف ونقلل سقف توقعاتنا علشان نقدر نتقبل ولادنا. يعني احنا
لو فضلنا طول الوقت بنأنب فيهم وبنضايقهم وبنقول لهم انتوا خايبين، شوفوا ابن عمكم، شوفوا بنت خالتكم، شوفوا كذا شوفوا كذا في كل حاجه بقى. يعني ممكن تلاقي البنوته مش شاطره في شغل البيت بس مثلا شاطره في المذاكره، فما اقعدش بقى اقول لها انت يعني بتهتمي بمذاكرتك وما بتساعدينيش. يعني واحده واحده، بس بنفضل ندربهم في الجانب اللي هم واقعين فيه، بنفضل ندربهم، بس ما نتوقعش ان يكونوا ممتازين 100% مثلا. احنا بنفضل وراهم، ما هي التربيه كده، صبر وتكرار صبر وتكرار. فما يبقاش عندك توقعات عاليه جدا جدا من اولادك سواء الصغيرين او الكبار اللي هم في سن المراهقه. ما تعليش سقف توقعاتك علشان لما تلاقي نتيجه اقل من اللي انت توقعتيها ما تغضبيش وتتضايقي وتحزني وتبداي تكتئبي. فبلاش تعلي سقف توقعاتك من اولادك، وتقبلي الاختلاف وتقبلي مستوياتهم المختلفه. النقطه الثالثه اللي حابه انكم تعملوها ان شاء الله وهي اخذ الاستراحه. يعني ايه اخذ الاستراحه؟ يعني لما تحسي ان انت خلاص تعبتي، خلاص يعني مضغوطه جدا جدا، مش قادره، تعبانه، مرهقه، خدي استراحه. طبعا النقطه دي يعني كلكم ممكن تثوروا عليا فيها وتقولوا اخذ استراحه ايه، احنا مش ملاحقين، مذاكره ولاد، شغل البيت، شغل بره البيت، دروس، مدارس، نوادي، كل الحاجات دي مفيش وقت ان احنا نستريح. بصي انت يعني اكيد بيبقى في وقت فاضي في اليوم، يعني اكيد يعني حتى لو نص ساعه حاولي ان انت تاخدي الوقت ده والقسط ده. يعني ما ينفعش كده ان انت تبقي منهكه على طول. لو انت مضغوطه في كل حاجه فاوجدي بدايل، يعني شوفي حد مثلا يساعدك في مذاكره الولاد، حد يجيلك مثلا مره كده ينظف البيت. اكيد مش كلنا متاح عندنا ده، بس انت ادرى يعني ايه اللي تقدري ان انت تشيليه من عندك علشان تكوني يعني اروق. يعني تطلبي من باباهم مثلا يساعدك، تطلبي من باباهم النهارده انا تعبانه ودي انت مثلا الدروس والتمرين وكده. ما تشيليش كل حاجه عليكي علشان تبقي بقى انت الام البطله الشجاعه اللي بتعمل كل حاجه اللي مش مقصره. لا، انت كده مش مقصره. انت يعني طالما بترعي اولادك وبتهتمي بيهم وبتذاكري لهم مثلا وتتابعيهم ودايما مهتمه بامورهم، انت كده مش مقصره، انت بتحاولي وبتجتهدي. فمش لازم بقى تشيلي كل حاجه بقى اللي انت مثلا اليوم ده بقى ايه سيقت الحمام ولمعت الحيطان وشلت المرتبه وطلعتها تتشمس وطبخت طبخه جميله للولاد وقمت وديتهم التمرين. انت بتعملي ايه؟ يعني انت يعني بترهقي نفسك بشده، فبالتالي مش هيكون عندك مساحه ان انت تسمعي، يعني مش هتسمعي مشاكل الولاد، مش هتقدري تتكلمي معاهم، مش هتقدري ان انت تستوعبيهم. لو تعصبوا، لو عملوا اي مشكله هتنفجري، انت تعبانه اصلا جسمانيا، فبالتالي ذهنيا مش هتقدري ان انت تستوعبي كل ده. فارجوكي ان انت حاولي ما تبقيش السوبر وومن او الهيرو اللي هي عايزه تعمل كل حاجه ويعني شايله كل المهام على كتافها وما بتخليش حد يساعدها. ويعني كل ده بيتعبك وبيخليكي مش قادره تستوعبي ولادك. فانت ادرى بوقتك وادرى بالحاجات اللي تقدري انك تشيليها من على كتافك ويعني كمهام تديها لحد تاني يقوم بيها. انت ادرى، كل واحده فينا بقى تقعد مع نفسها وتشوف ايه الحاجات اللي ضغطاها قوي واللي تعباها قوي واللي المفروض تستريح منها شويه. فده تقدري تعمليه وتدربي عليه علشان تقدري انك تستوعبي الكلام مع اولادك ويكون في مساحة هدوء مع اولادك علشان باذن الله تكون العلاقة كويسة مع المراهقين. النقطة رقم 4 وهي تكوين علاقة طيبة مع اولادنا. العلاقة الطيبة دي مش بتبدأ في فترة المراهقة، هي المفروض بتبدأ من سن بدري ومن وهم صغيرين. ومن أول ما يكون عندنا أولاد احنا المفروض يكون نيتنا ان احنا نربيهم في طاعة الله ونربيهم بالهدوء وبالحب، ويعني نكون كده احنا عاوزين ننبت نبات صالحا ان شاء الله. بس لو الفترة اللي قبل المراهقة دي كانت مش متظبطة فما نقولش خلاص احنا ولادنا ضاعوا، احنا علاقتنا باظت، احنا الدنيا خلاص ما بقتش يعني نافعه ان هي تتصلح. لا،
احنا هنعيد ترتيب العلاقة من جديد وهنكون علاقة طيبة، بس هنتعب شوية، يعني هي هيكون فيها تعب شوية، خليني صريحة معاكي، لان الولاد فترة المراهقة خلاص يعني شخصيتهم بدأت تتشكل شوية، فهو بقى مش يقعد بقى يفتكر انت بتمثلي عليا، انت جايه دلوقتي تحبيني وتطبطبي عليا وتحضنيني وتقولي كلام حلو، انت بتمثلي. فهم مش هيصدقونا بسرعة، وهيبدأوا ان هم يضايقونا اكتر، يعني هم ممكن يعصبونا اكتر علشان هيختبرون انتوا بجد ولا تمثيل. فانتي لازم يكون عندك نفس طويل وتستعيني بالله بقى، اللهم دبر لي امري مع اولادي وتحسين علاقه اولادي فانني لا احسن التدبير. وما يعني ما تقطعيش، كملي وقولي لهم انا بحبكم، انا عايزه اقرب منكم، احنا لازم نكون كويسين مع بعض، انتوا ولادي وانا بحبكم، انا غلطت فبصلح الخطأ بتاعي وانتوا كمان ساعدوني ان انا اصلحه. لازم نكون مع بعض كده، نتكاتف علشان اسرتنا تكون سعيده. فقولي الكلام ده واحضني، وحتى لو لقيتيهم جامدين كده في الحضن ومش عايزين يحضنوكي، انت كملي احضني وبوسيهم وامسحي على شعرهم، طبطبي عليهم، امدحي فيهم، الحاجات الحلوه اللي فيهم قوليها. هي خطه يا جماعه على بعضها، احنا بناخدها على بعضها، بندرب نفسنا عليها. اعصري على نفسك كده كام ليمونه وقولي هم مضايقني مطلعين عيني، بس انا هعمل اللي عليا عشان ربنا هو اللي هيحاسبني، ربنا هو اللي هيجازيني. انا بتقي الله في اولادي عشان ربنا يكرمني، ولما اقف قدامه يوم الحساب يعني اقول له يا رب انا حاولت، انا عملت كل اللي اقدر عليه، لان انت مطلوب منك الاجتهاد والعمل، مش مطلوب منك النتيجه. الهدايه دي بتاعت ربنا، انا عليا العمل والسعي، والهدايه بقى والابن الصالح او البنت الصالحه دي بتاعت ربنا. يعني انت لما تقفي قدام ربنا مش هتقولي له انا النتيجه بتاعتي اهي ما طلعتها اهي، لا، النتيجه دي بتاعت ربنا. انت بتجتهدي وبتسالي وبتستشير وبتستعيني بالله بتدعي كتير وبتصلي ركعتين في جوف الليل كده علشان ربنا يصلح اولادك، يعني تعملي كل الحاجات دي ويعني بتستعيني بالله، وهو ان شاء الله هيهدي لك اولادك باذن الله. بس ما تقوليش بقى انا بعمل كل حاجه وجربت قد ايه؟ جربتي يوم 2 3 4 7 10 20؟ لا، ده لايف ستايل، يعني طريقه حياه هتعيشيها. خلاص هنبدا من دلوقتي نتغير، فبالتالي لازم يكون عندك صبر وتكرار كتير جدا علشان ان شاء الله توصلي لنتيجه كويسه باذن الله. هم اولادك في النهايه وانت عايزاهم يكونوا احسن الناس، فلازم تتعبي، وانت اصلا تعبتي وهم لسه مولودين، وتعبتي في حملهم، وتعبتي في ايام تعبهم ومرضهم، فمعلش بنكمل التعب بتاعنا علشان هو كله في سبيل الله. يعني احنا موجودين في الدنيا دي عشان نعبد ربنا وعلشان نعمر في الارض، فعمري في ولادك ان شاء الله هم يطلعوا يعمروا في الارض. فاحتسبي الاجر والنية لله، واستعيني بالله، وابدأي انك يعني تتبع كل الخطوات اللي احنا بنقولها دي، وان شاء الله باذن الله هيكون في نتيجة كويسة. ابشري بالخير ان شاء الله هتجديه باذن الله. النقطة رقم 5 وهي انك تسامحي نفسك. ايوه، سامحي نفسك. يعني انا غلطت مع ولادي وهم صغيرين، سامحي نفسك عادي، احنا بشر وبنغلط وبنتعلم من اخطائنا. مش لازم تجلدي ذاتك وانا بقى ام فاشله، انا ام مش بتعرف حاجه، انا بوظت ولادي، انا ضيعت ولادي. لا طبعا، سامحي نفسك، ويعني قولي لنفسك انا ما كنتش اعرف، انا اتربيت على كده. احنا يعني اتربينا على حاجات وطريقه تربيه، فبالتالي بنطلع نربي عليها اولادنا من غير وعي كده، بنلاقي نفسنا بنعمل حاجات احنا اكتسبناها من تربيتنا وهي ممكن تكون خطأ. فلما ادرك ده فما اقعدش اجلد في ذاتي، لا، اسامح نفسي واقول لنفسي انا ما كنتش اعرف، انا خلاص عرفت، فانا بالتالي يعني اراقب نفسي من دلوقتي. فبلاش تقعدي بقى تقولي انا مش هنفع، انا خلاص ولادي ضاعوا، انا ام فاشله، انا، وتقعدي بقى تجلدي ذاتك كتير كتير، وبالتالي خلاص يعني مش هتقدري تعملي حاجه، مش هتقدري ان انت تلحقي ولادك، مش هتقدري تحسني علاقتك بيهم، مش هتقدري تكوني ام هاديه، لانك طول الوقت حاسه ان انت جواكي شحنه غضب، جواكي شحنه تأنيب ضمير. كل ده هينطبع عليكي وعلى تصرفاتك، فبالتالي مش هتصلحي، انت هترجعي لورا، مش هتطلعي لقدام. فارجوكي بلاش تأنبي نفسك وتجلدي ذاتك كتير، وحاولي ان انت تسامحي نفسك وتفتحي صفحه جديده مع نفسك ومع اولادك، وان شاء الله باذن الله هتلحقي كل اللي وقع منك وهتشوفي نتيجه كويسه باذن الله. اخر نقطة معانا وهي نقطة الاعتذار.
ما تتكسفيش انك تعتذري. لو اخطأتي في حق ولادك روحي واعتذري لهم وعلميهم ثقافة الاعتذار. يعني بلاش تناموا وانتوا الاتنين زعلانين من بعض. الله اعلم مين فينا هيقوم ومين فينا مش هيقوم، يعني ربنا يديكم طولة العمر، بس دي حقيقة ان احنا لو نمنا واحنا زعلانين، لو نمنا واحنا قلبنا مقبوض، لو اولادنا ناموا ودموعهم على خدهم، فممكن لا قدر الله يحصل حاجة مش كويسة. فأرجوكي ان انتي لما تغلطي روحي واعتذري لأولادك وفهميهم انا ما كانش قصدي، انا بحبكم، انا يعني اخطأت وعاوزاكم ان انتوا تسامحوني، ويعني نقعد مع بعض ونصفي اللي بينا. وهم كمان تعلميهم ان بابا وماما ما ينفعش نسيبهم يناموا وهم زعلانين، لازم نراضي بابا وماما، لازم انا اراضيهم، لازم يعني نكون نايمين واحنا كده يعني مفيش في قلوبنا حاجه ونتصافى مع بعض. دي بتبقى حاجه جميله جدا بتفضل فيهم لغايه لما يكبروا يكون عندهم برضو اولاد وازواج، وبتلاقي ان الزوج بيعرف يعتذر عن اخطائه بعد كده لزوجته، والزوجه بتعرف تعتذر وبيراضوا بعض، وبتبقى الحياه جميله جدا، وانت بتكوني السبب في ده واسرتك بتكون السبب في ده. فشوفي كده يعني خلي نظرتك بعيده. لما اعلم ولادي ثقافه الاعتذار وبعد كده يبقى عندهم بيوت والبنوته في بيتها والولد في بيته وفاتحين البيوت وعارفين ان هم يديروا البيوت علشان اتعلموا ان هم يعتذروا، اتعلموا ان هم يحتووا المشاكل، اتعلموا ان هم يبقى في ود وحب بينهم وبين اهلهم، فبالتالي انت هتاخدي الاجر برضو. يعني سبحان الله بجد بجد بتجيلي استشارات كتيرة لزوجات بيحصل مشاكل في البيوت نتيجة التربية. يعني الزوجة مش عارفة تتعامل لان هي شافت نموذج في البيت الام اللي هي العصبية جدا جدا، والاب اللي هو بيضرب وبيعمل يعني حاجات فظيعة جدا، فبالتالي مش قادرة تستوعب هل انا فعلا هقدر اكون ام كويسة او هبقى زوجة كويسة، ودايما تعمل مشاكل يعني من خوفها وهي مش عارفة تتصرف، هي ما شافتش النموذج الصالح في البيت، والزوج كذلك ما شافش نموذج الاب الصالح او الزوج الصالح، فبالتالي مش عارفين يعملوا ده، مش عارفين، هم غصب عنهم مش عارفين لان ما تعلموش. فبالله عليكم بلاش تشيلوا وزر اسر هتتكون بعد كده، بالله عليكم بلاش ان احنا يعني نسيب ولادنا كده يعني يشربوا الاخطاء بتاعتنا والخلافات اللي بتبقى قدام الولاد دي وبيتعلمها الولاد وبيخافوا منها جدا، بتسبب لهم مشاكل نفسية بعد كده واضطرابات. فارجوكم بلاش يعني اننا يعني نضيع اسر جاية بسبب اخطاء عندنا احنا. فثقافة الاعتذار مهمة جدا جدا، سواء انت هتعمليها مع ولادك او هتعلمي ولادك يعملوها معاكي، فمهمة جدا لازم تعودي نفسك عليها. فاحنا قلنا مع بعض مجموعة من النقط، يا ريت ان انت تكوني كتبتيهم، يا ريت يكون ليكي كراسه وتكتبي فيها احنا 2025 سنه جديده وهنعمل فيها حاجات جديده، هنغير من نفسنا، هنغير من ولادنا، هنغير من طريقتنا، هنحاول نكون اهدى، مش 100% يا ستي 50% مش مشكله، احنا راضيين، بس يعني تحاولي ان انت تتغيري، ما تسيبيش نفسك زي ما انت كده على وضعك، لا حاولي ان انت تغيري. يعني احنا اتكلمنا مع بعض في مجموعة من النقط، ويعني اتمنى ده يكون اول فيديو في سلسلتنا للتعامل مع المراهقين بشكل صحيح، والتعامل مع الام وان هي يعني تحاول تغير من نفسها. واتمنى ان الفيديو يكون فعلا افادكم ووصل لقلوبكم، لانه فعلا خارج من القلب. يعني انا بشوف استشارات كتيره وبزعل جدا جدا ان الاهل كانوا سبب في المشاكل الزوجيه دي، لان هم ما ربوش ولادهم صح، او كان في خلافات في البيوت كتيره وما حاولوش ان هم يعالجوها. فبزعل والله جدا جدا، وبتمنى اني ادخل كل بيت واصلحه، وطبعا انا بجتهد يعني بشتغل على نفسي وعلى اولادي، ونفسي ان انا اساعد كل الناس. فاتمنى انكم لو عندكم اي سؤال تكتبوا لي في التعليقات، ولو حابين اي موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي برده في التعليقات وان شاء الله نتكلم فيه. واتمنى انكم لو وصلتوا لغايه هنا ان انتم تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو انتوا فعلا مكملين معايا انا بشكركم جدا جدا، واتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو وتنشروه بين الامهات علشان يعني يكون ليكم الاجر والثواب، واننا نكون بننشر الوعي والتوعية
بين الامهات واولياء الامور علشان يقدروا انهم يكونوا علاقات كويسة مع اولادهم، وعلشان نخرج جيل صالح في المجتمع، علشان باذن الله نبني امة صالحة. واستنوني ان شاء الله وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.